أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وخطيبته جورجينا رودريغيز الشائعات المتعلقة بعلاقتهما إثر الدخول في جدال محتدم وصراخ علني أثناء صعودهما إلى الطائرة، حسب تقارير إعلامية. وفي الأيام السابقة انتشرت أخبار في وسائل إعلام إسبانية وبرتغالية تفيد بأن علاقة الثنائي لا تمر بأفضل لحظاتها. وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنه منذ وصول النجم البرتغالي إلى ناديه الحالي تحدثت تكهنات بأن العلاقة يمكن أن تكون على المحك في الأيام الأخيرة. وعدت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو سئم من جورجينا. ونقلت ماركا الإسبانية عن رواية صحفي إسباني يدعى أبيل بلانيلس زعم أن شاهدا أخبره بكل ما حدث بين الزوجين فيما يبدو أنه أحد أعنف السجالات بينهما قبل ركوب الطائرة مباشرة. كما كشف كيف تصرف رونالدو وجورجينا بعد الخلاف الهائل. وقال الشاهد: حسب ماركا، كانت هناك مباراة صراخ ضخمة قبل ركوب الطائرة. وذكرت أن رونالدو مستاء من موقف جورجينا ويشعر بأنها أصبحت أنانية وتركز على نفسها فقط. وجاءت أقصى التصريحات من ليو كايرو صديق والدة صاروخ ماديرا، إذ أوضح: قلت منذ أشهر إن علاقتهما ليست على ما يرام ومن المحتمل أن ينفصلا. سئم منها، هذا هو الواقع. وأشار كايرو إلى أنه لن يكون هناك زواج، وأنهما معا فقط من أجل الصورة والمصالح الخاصة. وكان رونالدو تعرف إلى جورجينا عام 2017، ولديهما طفلان إضافة إلى 3 أبناء لرونالدو قبلها. ونظرا لطول مدة علاقتهما وحقيقة أن جورجينا هي أيضا أم لطفلي رونالدو، فإنها ستحصل على تعويض كبير في حال الانفصال. ووفقا لوسائل الإعلام البرتغالية، فإن جورجينا ستحصل على أكثر من 35% من ثروة رونالدو إذا انفصل. وتقدر ثروة رونالدو بأكثر من مليار دولار، وهذا يعني أن جورجينا ستحصل على مبلغ يقارب 350 مليون إذا انتهى بها الأمر بالانفصال عن رونالدو. علقت جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على التقارير التي تحدثت عن خلاف حاد نشب بينهما قبل صعودهما إلى إحدى رحلاتهما الجوية. وبدا أن جورجينا ترد على تلك المزاعم عبر منشور على إنستغرام يصف من يصدقون تلك الشائعات بأنهم حمقى. ويعيش رونالدو وأسرته حاليا في السعودية، حيث يلعب لنادي النصر بعقد يمتد لمدة 5 سنوات يحصل بموجبه على 221 مليون دولار.